اهلا بيكم في تك ويز ماج، وفيديو جديد من فيديوهات ازاي. والنهارده هنشوف ازاي ممكن انك انت تتفرج على التلفزيون عندك على الموبايل، بالاخص القنوات اللي هي بتبقى باشتراك زي الاتش بي او اللي بتتفرج عليها على جيم اوف ثرونز، او مثلا قنوات بي ان سبورت اللي بتتفرج عليها الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا والحاجات دي كلها. الموضوع بسيط جدا، هندخل على سفاري وهندخل على الويب سايت هتلاقيه سايب اللينك بتاعه تحت الفيديو في الديسكريبشن، ونركز مع بعض قوي جدا في الخطوه اللي هاخدها دلوقتي. لو انتوا شايفين فوق على الشمال الكلمه اللي منوره كلمه في اي بي، تمام. انا هاجي جنب كلمه في اي بي اختار كلمه ريجولر اللي جنبها كلمه فري صغيره وادوس عليها لغايه ما تبقى منوره بالاخضر كده، هي دوسه واحده. اول ما هتنور هلاقي تحت هنا كلمه داونلود ناو بقت بالاخضر، ادوس عليها تمام كده واستنى. حلو. لو طلع لي المفروض هي اللي هتطلع لي البوكس هختار منه انستول، تمام كده، واخرج بره استناه ان هو يبدأ ان هو يحمل، تمام كده. هو هنا كده خلاص خلص تحميل. هاجي اشغله هلاقيه مش هيشتغل معايا عشان خاطر محتاج ان هو اعمله تراست للسيرتيفيكت. فهدخل شمال واروح على settings، تمام. هدخل على جنرال وانزل تحت اختار ديفايس مانجمنت او بروفايل اند ديفايس مانجمنت تمام. وادخل اختار هلاقي هنا شكل الابلكيشن بتاع توتو هيلبر، وادوس على كلمة تراست وادوس تراست تاني واخرج بره. هلاقيه ان هو اشتغل معايا عادي جدا، تمام. هقول له دونت الاو هنا بعد كده هدخل يمين وادوس ستارت ناو. بعد كده يعني باجي هنا فوق في النص ادوس على السيرش اهو في النص، تمام. واكتب في السيرش كلمة اريو، تمام، سوري AERO، تمام كده. هلاقيه ظهر لي اريو تي في، تمام. وادوس عليها من على اليمين اللي هي اول واحدة على كلمة جيت اهو، تمام. واستنى ان هو يبدأ انه يحمل ويخلص معايا تحميل. خلاص بيخلص اهو التحميل وهيوصل ل100%، تمام. اول ما بيخلص بيظهر لي كده يعني بوكس وبيختار منه انستول. انا هعتبر ان ما ظهرش. انت لو ظهر لك دوس انستول على طول. انا هدوس كانسل دلوقتي عشان خاطر هعتبر انه ما ظهرش، عشان في ناس مش هيظهر لها، وهوري ازاي ان انت تعمل انستول للحاجه. وادوس كانسل. هخرج بره خالص. من تحت على اليمين عند العلامه بتاعت واحد دي في كلمه مانجر، هدوس عليها. بمجرد ما هدوس عليها هاجي عند الابلكيشن اسمه ايرو تي في هدوس عليه من على اليمين اهو كلمه انستول، هلاقيها ظهرت لي. وده كده انا وريتكم ازاي ان هي بتخلي ان انت تعمل انستول، عشان خاطر لو هي ما ظهرتلكش هتدوس انستول عادي جدا. هتخرج بره الابلكيشن يبتدي ان هو تعمل له انستول. هتفتحه هتلاقيه بيقول لك ان هو untrusted، فهتيجي تخش شمال تروح على settings، تمام. وزي ما قلت لك اهو من الاول تدخل على جنرال، تنزل تحت تدخل على ديفايس مانجمنت او بروفايل اند ديفايس مانجمنت، تدور على السيرتيفيكت بتاعت الابلكيشن اللي هي وصورة الابلكيشن اهو، تدوس عليها تراست تاني واخرج بره. اروح افتح الابلكيشن هلاقيه اشتغل معايا عادي جدا، تمام. طيب دي في فوكس سبورتس اهيت، ودي اغلبيه القنوات اللي باشتراكات، تمام. في مثلا طبعا من اهم الحاجات بالنسبه لنا اللي بندور عليها على طول في فوكس موفيز اهي، اللي بندور عليها في اتش بي او اللي انا قلت عليها من شويه، عشان خاطر لو هتتفرج على جيم اوف ثرونز بيتعرض على الاتش بي او اتش دي وفي ايه تاني، في شو تايم. في طبعا المهم بقى بالنسبه لنا زي ما كنت بقول البي ان سبورت، تمام. البي ان سبورت 1 و2 و3 اهم، ولو نزلت تحت تاني هتلاقي من بره 4 و5 و6 عادي. لو انا دلوقتي جيت اشغل بي ان سبورت 3 عشان خاطر بس نشوف اهو، اشتغل عادي جدا والماتش شغال. الانترنت كمان عندي متوسط، بالعكس الفيديو شغال كويس من غير تهنيج اهوت، تمام. هدوس دون. انا كده وريتكم، وممكن برضو زي ما قلت لكم بقيه القنوات تحت AMC اللي بيتعرض عليها ذا ووكينج ديد. بيتعرض من الاخر القنوات دي هي احسن قنوات باشتراكات، بيتعرض عليها اهم المسلسلات واهم الافلام السينمائيه الجديده. وكمان من اهمها البي ان سبورت اهو 4 و5 و6 كمان زي ما كنت بقول لكم.
طبعا ابلكيشن مميز جدا، وحتى لو اتقفل زي ما احنا متفقين كلها بعد ما يتقفل بيوم ولا حاجه انا هجيب لكم لينك جديد وطريقه جديده تنزلوه بيها، واحنا بنعمل الطرق ديت عشان خاطر مفيش جيل بريك. اتمنى ان الابلكيشن يعجبكم وتكونوا استفدتم، وتابعوني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب تشانل عشان خاطر تشوفوا اجدد الفيديوهات وتشوفوا الفيديوهات القديمه اللي انا عاملها. وشكرا ليكم، وشكرا لفانس iOS as a media partner.